بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على اهم خطوة قبل تخويض البروسلين. طبعا خطوة يعني يعتبر حقها مهدوم خالص مع الصناعية. اغلبية الصناعية ما بتهتمش بيها وهي اهم خطوة. ايه الخطوة دي؟ هي تفريغ اللحمات ده يا جماعة. طبعا زي ما انتم شايفين العرنوس متفرغ ازاي. طبعا اهم حاجة في الشغل كله اللقطة دي. ده من وجهة نظر أنا، ممكن من وجهة نظر ناس تانية لا، بس لازم تفريغ البروسلين يكون بالطريقة دي. طبعا كان في هنا صلايب كليبسات متركبة، فالصلايب الكليبسات بيبقى لها بواقي، فالبواقي دي بيبقى صعب شيلتها. فانت لا طريقة كده ولا اسطوانة معينة ان شاء الله احنا بنقدر نشتغل بيها وبنطلع الجودة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا دي اهم طريقة، اللحمات تبقى نازلة لتحت كده فاضية كده. دي الطريقة دي كويسة، وان انت لو قدرت تفرغ بالطريقة دي البلاط بتوسع اللحمات عشان لو لا قدر الله تمدد يبقى معاه مجال يمشي فيه، وفي نفس الوقت ما تبقاش كاتم اللحام وبعد يوم او اتنين مع العميل مع الكنيس يطلع تاني ملوش لازمه. طبعا المشكله اللي بنتكلم عليها هي دي، ان ممكن انت تخوض وتبقى سايب دي كده في اللحام. طبعا دي بقايا صلايب اهي، ما ينفعش تخوض، ودي كده كده موجوده في اللحام خالص، لازم دي تتشال. طبعا زي ما انتم شايفين اللحمات هنمشي لكم على الكاميرا. طبعا اللحمات دي متفرغه جامد زي ما انتم شايفين كده. دي هنوريكم السمكه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، يعني لغايه ضفر كده نص سنتي متفرغه، نص سنتي زي ما انتم شايفين. حجم اللحام خالص متفرغه. ده اهم خطوه مهدوم حقها خالص مع الصناعيه. انا شايف ان انت لازم تشتغل على الخطوه دي، لازم تنظف البلاط بالطريقه اللي موجوده قدامك دي. تنظيف اللحمات ده يا جماعه شيء مهم جدا. طبعا اثار الصلايب باين جوه هون، واثار الماده جوه هون، طبعا الكلام ده تحت مش فوق. زي ما انت شايف كده لازم يكون التخويض بالجوده اللي انت شايفها دي. لازم تخوض على النظام ده. ان خوضت واللحمات مكتومه او فيها بقايا صلايب ملوش لازمه تخويضك في الفاضي، يا اما بتضحك على نفسك يا اما بتضحك على العميل بتاعك. طبعا زي ما انتم شايفين كده دي طريقه التخويض معانا. لو لسه مكمل معايا هنا تركايه بسيطه، ما تنسلاش لايك وتعليق، ودمتم في رعايه الله.